عارفين النجمة دي؟ لا مش دي. عارفين الفنانة دي؟ برضو مش دي. تخيلوا عارضة الأزياء دي يا جدعان، مش دي. أيوة هي دي. عندها 40 سنة ومعروفة باللبس الجريء قوي. مريضة بسرطان القولون. بالمناسبة هي أكتر ممثلة ليها صور وهي في حالة سكر، وتوصفت كمان من ناس كتير إنها صور إباحية. وده مش كلامنا، ده معروض حتى الآن على كل المواقع الإخبارية وغير الإخبارية، وبيتم تداولها حتى الآن. منة فضالي، أو كما يطلق عليها من البعض المثيرة للجدل منة فضالي. الاسم منة الله سامي سعد الدين الفضالي. تاريخ ميلادها 4/9/1983 من القاهرة، وعندها دلوقتي تقريبا 40 سنة. بس اللي ما تعرفوش عن منة فضالي انها اتخرجت من كلية السياحة والفنادق، ظهرت لأول مرة على الشاشات في مسلسل أين قلبي في 2002، وبعدها اشتركت في مسلسل الناس في كفر عسكر، ده كان من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة ومسلسل عفاريت السيالة، وده اللي كان في سنة 2004. منة فضالي كانت بتعاني من مرض سرطان القولون، وده كان وراثة من والدتها، وكشفت معظم أسرارها وحياتها في برنامج شيخ الحارة. منة فضالي عملت أكتر من 100 عمل ليها، منهم مسلسلات وأفلام وبرامج. الفكرة بقى هنا هو ايه اللي حصل لمنة فضالي، وايه التحول اللي تحولته من بعد عيد ميلادها اللي عملته في 2011. منة فضالي في عيد ميلادها ال27 تقريبا او حاجة زي كده عملت عيد ميلاد، وده كان ساعة ثورة 25 يناير او بعدها بفترة، يعني مش كبيرة قوي، انها لبست اكتر من 3 فساتين. هتقولي عادي، بس اللي مش عادي انها كانت في حالة شبه سكر ولبست فساتين يطلق عليها انها فساتين سخنة، وناس تانية قالت عليها انها بتاعت ممثلات الافلام الاباحية. كانت مبينة معظم المناطق الحساسة في جسمها، ومنها برضو جلاليب مفتوحة بأوضاع جنسية خطيرة. وكان حاضر في عيد الميلاد دوت، مش هتصدقوا انه كان الفنان محمد فؤاد وكتير من الفنانين والفنانات وكمان لاعيبة الكورة، لكن محمد فؤاد هو اللي انتقدها بشكل شديد جدا، وده لانه اعتقد ان هي مزقوقة عليه، وان هي كمان اتزقت عليه اثناء الحفل، وطلقت له اكتر من 3 صور في اوضاع غريبة معاها، وطلع في برامج وقال ان هي اتزقت عليه وهي بترقص، وان هو ملوش ذنب في الموضوع ده. من عيد ميلاد واحدة اتزقت عليا، اتزقت راحت عامله نفسها ايوه مش عارف ايه، وراحت قاعده 5 كاميرات، لقيت فلاشات الدنيا كلها بتضرب فجاه، ففهمت الفيلم معمول ازاي. دي الفنانه منى فضالي. ربنا يسامحها، اعتذرت بما فيه الكفايه، وانا مسامحها وما فيش مشاكل. عشان هي كمان ترد عليه وتقول طب انت شايف ان الموضوع حصل كده، ليه ما سبتش الحفله؟ قاعد طاير، اللي قاعد بيقول لك انا مش عارفه ايه، ندمان. هو ندمان. طب اما هو ندمان قاعد ليه يعني المكان مش عاجبك، منى فضالي دي مش عاجباه، قاعد ليه؟ كمل الحفله ليه للاخر. طب بعد خلاص. لكن بيتصالحوا بعد اعتذارات كتيرة منها، وده على لسان محمد فؤاد، وخصوصا ان جمهور الفنان محمد فؤاد ما كانش متعود منه على كده. حتى في حفلة عيد الميلاد ديت حصلت مشاكل كبيرة جدا توصل لضرب النار، ويقال ان المقصود بها كان اللاعب الشهير لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك عمرو زكي، وبعدها الناس بدأت تطالبه بالتركيز مع التدريب مع نادي الزمالك. ومن الناس اللي حضروا الحفلة خالد زكي ودينا الراقصة وغادة إبراهيم، وده بالإضافة لليلى غفران وإيناس النجار. ومن هنا بدأت نقطة التحول، واللي أطلق عليها كتير قوي من الجمهور المصري إنها ظهرت على حقيقتها. بدأت تسافر وتتغزل في جرسونات فرنسا في حادثة شهيرة جدا، لما نزلت في حساباتها وقالت شايفين الجرسونات بتاعت فرنسا وإيطاليا حاجة تفتح النفس. الأمر اللي جعل كتير من رواد التواصل الاجتماعي الهجوم عليها. وما تسكتش هنا، كمان تدخل في الموضوع بتاع أحمد عز وزينة والمشكلة بتاعتهم، وأثارت الجدل، وقالت وقتها إن أحمد عز بريء، علشان ترد عليها الفنانة زينة وتقول لها اختشي يا منى وبلاش ننبش في أوراق هتجرحك، في إشارة من زينة إنها ماسكة على منة فضالي حاجات كتير جدا ممكن تطلعها، بس احترامها وأدبها وتربيتها منعوها عن كده.
وتتوالى إثارة الجدل من منى فضالي، وتبدأ تتصور على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستجرام، وتنشر صور بمايوهات وملابس فاضحة كتيرة جدا، واللي أي حد يقدر يدخل دلوقتي حالا أول ما تسمع الموضوع ده هتشوفوا قد إيه هي بتتصور بملابس ناس كتير قوي أطلقوا عنها إنها ملابس الممثلات الإباحية. وبكده أتمنى يكون الموضوع عجبكم، يا ريت ما تنساناش باللايك الجميل والمتابعة علشان يوصل لكم كل جديد.